السلام عليكم. أضحوكة العالم، الإعلام الجزائري بمستوى هزيل ولا علاقة له بالرياضة، ولا أرى أي معالم التحليل الرياضي، ولا أعلم هل يشاهد الشعب الجزائري هذه الفضالات. يقوم النظام الكرغلي برئاسة الدمية الهبيلة أو المسمى الجهاز التناسلي للمرأة برشوة الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الصفحات الكبيرة، وذلك لإلهاء الشعب الجزائري عن الثروة البترولية وعن مشاكل البلاد الضخمة. عيبا أن تفوز عليك موريتانيا. كارثة في كرة القدم الجزائرية. راح يكون فضيحة كبرى لأنه إقصاء من كأس أفريقيا في الدور الأول. الإقصاء لم يكن رياضيا. خوتي الجزائريين رايحين يحرروا فلسطين. صاي تحرير فلسطين بالعدس واللوبيا. طوابير. ويساهم هذا النظام العسكري في تكليخ الشعب بدرجة كبيرة. اسمعوا التصريحات لكي تفهموا ماذا أقول. لكن رونالدو ما ماركاش، بورتوغال ما ماركاوش، فريمون ما نحبكمش المغاربه، والله ما نحبكم، الله غالب ديريكت والعفو. ادخل اربح لي رب المروك، خليني نديفولي، ادخل عندي معاهم. شغل ماشي زعما كيجي انا نجي معاهم ولا نهضر الحق. باينه البرتغال ما طيش تربح البرتغال. ايكيب عالميه تجيب ايكيب تاع العرب كش منها. يا ودي الله يهديه. احنا ما لناش ماركة. يمشي زعم اليوم انا نطالب من كل الجزائريين انها تحارب هذا الناس هذا. الله ينعل ما يحشي. سقوط أخلاقي سافر للمدرب المنتخب المغربي ولاعبيه. سياسة الضباع التي تتخفى في صورة الأسود. الحمد لله لوجود الجزائريين أحرار لا ينطوي عليهم كلاخ النظام. النظام والرئيس والدولة والتلفاز يؤمنون بالسحر والشعوذة، والمحللون أيضا والرياضيون. فماذا تنتظر من هذا النظام؟ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. شنو تاني. الفريق الوطني الجزائري عنده عين تبع. يعني حبيت تقولنا كون ما ربحوش بهم العين. عندهم العين للتبع. تابعيني حاضيني معينيني. احتمال كبير أنهم سيحاولون التغلب عليك بأي طريقة. إذا ما غلبكش في المباراة يعني باللعب، راح يغلبك بالأمور الروحانية هذه. أكيد إفريقيا معروفة بالأشياء هذه. يعمل لك أسحار، يجيب معه سحارة. يا نهار اسود يا نهار اسود. النهار الاسود على الكلام. عندي معنا راقي، عندي راقي ثاروخ. المنتخب الوطني لازم له راقي. لا شيء. شفت كتير في المحتوى العربي، بس بصراحة ان احنا نوصل لمرحلة راقي شرعي رايح يرقي منتخب الجزائر. انتوا مرحب فيه وصاحبي. فنتائج الدولة الكرغلية منطقية. يحاول النظام إرجاع كرة القدم كشيء مهم في البلاد أكثر من الشعب. النظام يركز على شيئين اثنين، هما المخزن والسحر والشعوذة، والمغرب وفوز لقجع. هذه هي حياة الكرغلي، لدرجة أن لقجع أكثر كلمة تذكر في التلفاز الجزائري. لقجع. ومن أخيب الأمور على وجه الأرض، وهي أن تكون على درجة ضخمة من الكلاخ وتظن نفسك أنك تفعل الصواب. ويعتبر يعني المجال الجوي الجزائري اكبر مجال جوي في افريقيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. عباك الكهول هذو عايشين في عالم ماشي عالم تاعنا، على بالك ما يفهموناش وما نفهموهمش. شغل ماشي كاع من الشعب ولا سبحان الله. هاد العباد هذو والله الخير ما يعجز اللسان على وصفهم. يعني الجزائر الحدود تاعها رسمتها فرنسا وبريطانيا، سايسبيكو. يعني ماشي مام با الجزائر ولا المجاهدين اللي داروا الحدود ولا. يعني نتايا وش هو الانجاز تاعك؟ ياك السماء خلقها رب العالمين والارض خلقها رب العالمين، واكبر مجال جوي يعني هذا انجاز ولا؟ احكي لي واش درت في هذا المجال الجوي. احكي لي على الطيران الجزائري، شركه طيران وحدها في السوق الجزائريه ودائما ديكلاري فايت. 59 طائره
و100,000 عامل. لو كان المغرب يملك نصف الثروة البترولية التي لدى الجزائر لا أصبح الإسبان والفرنسيون أجداد النظام الكرغلي يهاجرون عندنا.